شوف العالم كاع لي زيكيب ناسيونال دو الموند ولا لي كلوب تحب تشوف كيفاش يلعبوا، عبص في هدايا عمنا جوجل اي فريق وطني تشوف كاش يلعبوا. صح ولا لا؟ وش المنتخب عنده محلل فيديو بن شيخ يعطيك كامل هل المعلومات. سيتي تبدل طريقه اللعب؟ هل الاتليتيكو دو مدريد تاع سيميوني عنده 15 سنه ولا مش عارف شحال هو على تات دو ليكيب ل 10 سنين ولا هل تغيرت؟ ما تغيرتش. طريقه اللعب بن شيخ تقدر تغيرها حتى اثناء المباراه. اسمع محمد، اسمع احنا هنايا تكلمنا بزاف على سعيود. هل سعيود ما عندوش مكانه في هذا اللعب مع هاد اللاعبين؟ يلعب بالسيجار هكذا، يحكم سيجار كبير كذا تاع كاسترو يمشي به في التيران يلعب. علاه ما يجيش سعيود؟ باسكو تكلمنا عليه كاع ما يجيش سعيود. هل الكاب فير اللي لعبنا معاهم بور ريفونير برك هذه لعبنا معاهم يا دوم وطراب خمسه سا ديبون واش ربحت، سا ديبون واش ربحت. البارح شفنا الكاب فير مع مصر بالفريق الثاني، اقسم بالله سي لو ميور فوتبول في هذا لاكوب دافريك. سي لو ميور فوتبول وبالفريق الثاني تاكتيكمون. لا دخلوا 6 تاكتيكمون تكنيكمون ياكسيليريو كي يحبوا يرالونتيو كي يحبوا. فوتبول في القمه. انت عندك 3 شهور ربحتهم ساسبو بليكيب بي ولا ولا من الناس شو يلحقوا. قبيله تكلمتوا على 80% 100%. مدرب هو اللي حكم لا سيمفوني. غوارديولا نهار جا حكم السيتي لا بريميير اني تاعو ما دار بها والو سيتي. صح ولا لا؟ صح. ما دار بها والو. عام هو يدخل لهم لو سيستيم دو جو تاعو ثقافه تيكي تاك. عام بالاخر بلي ديسان في التيران كان يديسيني لهم، يدير باللاكري هذاك يطراسي لهم وين يقعدوا كيفاش يمدوا اون اني. كي غوارديولا حكم بارسا كانت البارسا مليحه يا اخي هكذا. شكون كان ميليو التيران في البارسا؟ كان رونالدينيو ديكو كان عندهم. خلينا لا لي كيما يسميو هذوك سونتينا كان يا توري وافون سونت ايتو كرون جوا من دائما الشبك يرفدهم. كي غوارديولا حبط شاف ليكيب بي قال لهم بعثوا لي هذاك الجوار على بوسكات. واش قالوا له هذوك اللي حاكمين ليكيب بي؟ قالوا له هذاك راح نديرناه في لا ليست تاع ليبيري واحد لان اللي لون ثقيل في اللعب. نعم. كي شافوا يلعب قال لهم اعطوه لي ليا وحطوا وليبيرا يا توري قعد شحال ما يعرف شحال وليبيرا راح وايطو كرون جوار نحاه بلا يلعب بلا افونسونت ميسي وحده. نعم. لا توش دو لونترينور الي امبورطونت يا محمد. ما تنجمش دير نتايا فريق لاعبين يلعبوا وحدهم من المحال. لونترينور الي امبورطون في لا مانيير دو جوي في الاخر. زين نكمل هذه ونحبس الاخر هذه ونحبس. تعلمتها من عند الله يرحمهم عم اسماعيل وكاباتو وروح رحمه الله. خطره رحت شفت واحد الماتش واحد حبابنا هكذا ما نقولوش شكون في لا ميطون دخلت الفيسيار نسمع قعدت هكذا في شوكه واني نسمع. اذا الاخوان السلام عليكم. قبل ما تمشيو كنتمنى على انكم تشتركوا في القناه باش دائما في ما ندير لكم شي بث مباشر يوصلكم البث المباشر. الكل الاخوان يشترك في القناه، الكل قبل ما تمشيو الكل يشترك في القناه باش دائما عندنا يوميا لايفات، باش دائما ما نحطوا لكم شي لايف يوصلكم انتم الولاء وبلا ما تبحثوا عليه. اذا الاخوان المنتخب الوطني المغربي يتألق ويتأهل الى الدور القادم دور الثمن، والغريب في الامر هو انه خضع معه الكوتيفوار.
كوتيفوار سيدي ملي لعبوا اول مباراه من الجوله الثالثه من دور المجموعات، كوتيفوار خسرات ب4-0 مع غينيا، وصافي خسرت تقصات حيت عندها واخا عندها 3 نقاط بحال مصر مثلا، ولكن عندها ناقص 3 ديال البيوت، يعني كانت مقصيه رسميا. اليوم كون زامبيا تعادلت مع المنتخب الوطني المغربي، كانت عدو زامبيا وطيح الكوتيفوار، يعني بزاف حسابات كاينين. المنتخب الوطني اليوم كانت يشجعوه الشعب الايفواري كامل، بحال المنتخب الايفواري هو اللي لاعب. الشعب الايفواري كامل كان مع المغرب، وكما قال دروغبا قال ادعو جماهير شعبنا ان تساند المنتخب المغربي بكل قوه، لان فوز المنتخب المغربي يعني تاهل الكوت ديفوار. وهذا الشيء اللي كان المغاربه الحمد لله تقاتلوا لعبوا جابوا الفوز 3 بوان. حكيم زياش تمكن من انه يسجل الاول هدف ليه في هذه البطوله هذه، والجميل في الامر هو انه ملي ماركا مشى اهدى الهدف للمظلوم وليد الركراكي، اللي ما عرفناش صراحه كيفاش الكاف بين ليله ونهار دار اجتماع عاقب الركراكي ما يحضرش 2 المباريات مع مباراتين وقف التنفيذ. وقف التنفيذ يعني لولا عود الفعله غيتوقف ثاني 2 المباريات. ما سمعوا الاقوال ديال الوالد الركراكي حسب الصور اللي جاتنا حنايا في هذاك المشكل. الركراكي سلم عليه واخا شدوا من يدو اياه، ولكن ماشي شنا الاخر دار حركه لا اخلاقيه باش دار الفار ودار الحركه لا اخلاقيه، يعني الاخر خاصو يتعاقب. ولكن ماشي مشكل، الركراكي دوز هذا الماتش. ان شاء الله الماتش الجاي ديال الربع ما غاديش يكون، ولكن ان شاء الله الا دزنا غادي يولي المنتخب. وخا الاخوان كاين في الخبر اربعه المباريات، يعني 2 رسميه و2 وقفه التنفيذ. يلا الاخوان كلشي يشترك في القناه عندنا، كلشي يشترك في القناه باش دائما ما نحطوا لكم شي بث مباشر يوصلكم وبلا ما تبحثوا عليه. حاليا عندنا 15820 وصلونا الاخوان 16000 مشترك، وصلونا 16000 مشترك. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم وصلونا 16000 مشترك باش دائما كدعم لينا وصافي. رحنا كي تنقولوا رحنا تنحاولوا نتقاتلوا باش نوصلوا لكم المعلومه، وانتم ما عليكم الا تدعمونا الاخوان، وان شاء الله احنا دائما معكم. كذلك المنتخب الوطني التونسي مع الاسف ما تمكنش من انه يحصل على 3 نقاط ضد جنوب افريقيا اللي غادي نلعبوا ضدها احنا الماتش الجاي. كون ربحت تونس اليوم كانت غادي تتاهل، ولكن مع الاسف ما تمكنوش من انهم يتاهلوا. صراحه تونس عندها مشكل في الهجوم. ايوا الله يجازيكم بخير الاخوان على التعليق الجميله. كنتسناكم يا اخوان توصلونا ل 16000، عطيونا 100 مشترك. يلا المهم الاخوان حتى نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. يلا تبارك الله عليكم، شكرا لكم بزاف على التفاعل وعلى الدعم.